وانا بقرا كومنتاتكم الجميله استوقفني كومنت بيقول ايه رايك تعملي شخصيه مهام اوفر كيل. بيني وبينكم اول حاجه جت في دماغي مين ده اصلا، فلو انت على الله وما تعرفش مين مهام تابع معايا عشان هتعرف دلوقتي. اما بقى لو انت من فانزاته يبقى ما يفوتكش اللي هيحصل فيه. علميا المفروض اكون برسم دلوقتي، عمليا مفيش صوره هنا كده انت هتضطرني ان استوك، وانا اعشق الستوكينج. في 5 فوق هنا بيجروا ورا بعض، بس انا مش عارفه هو انهي واحد فيهم. لكن بعد ما خدت لفه في فيديوهاته اكتشفت ان دول شخصيات في منتهى اللطافه، لكن مهام مصمم يفتري عليهم في العابهم. فتعالوا اعرفكم على الشخصيات الجميله دي. ده مهام، ودي البت السايكو واسمها سايكو برضه، وده الواد الاصفراني، ودي انا مش فاكره اسمها بس هي البت بتاعت ياندر دي، وده فريدي. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. وهنا بقى ايه صورة الافاتار بتاعه اللي بقالي ساعة بدور عليه، انا مش عارفة ازاي ما خدتش بالي منه. تعالوا بقول لكم على فكرة الرسم. تخيلوا لو الشخصيات دي هم اللي طلعوا المهام من تحت السرير وطلبوا منه بكل براءة ان هم ياخدوا صورة تذكارية معاه. هل المهام هيتواضع ويوافق ولا هذا ما سوف نعرفه دلوقتي حالا؟ هبدأ بسكتش كروكي كده المهام وسنطره هنا. نرسم مين بقى؟ بفكر احط فريدي فوق هنا، وتحت هنا البت بتاعت ياندر دي اللي انا ناسيه اسمها، وعلى اليمين هنا سايكو. فوق هنا بقى انا مش عارفة احط مين. بفكر احط اللبان عشان اغيظه، بس بصراحة مش عايزة ارسم نفس الرسمة مرتين. هنشوف. هبدأ بفريدي. يا ساتر، بجد دي اوسم حاجه لقيتها. انا هرسمه زي ما هو ونبقى نعالجه بعدين. هنميله سيكه كده عشان يبقى حاضن مهم. طبعا ما الفرحه مش سايعاه، ده انت هتاكل ضهر. حد سمع حاجه؟ نخش بقى على البت ياندر. بص احنا هنسميها كده لان انا ناسيه اسمها ومش هرجع ابص عليه. انا قدامي ليله كبيره سعادتك. صحيح انا اسمع ان في ناس بتسمب عليها الكلام ده بجد. لغوني كده في الكومنتات. كرشات الانهيلسي زادت قوي. هو الشعر نكش مني كده ليه؟ هلا سايكو بقى انا عندي ليها افتكاسه حلوه. في صوره انا شفتها على بنترست احطها لكم هنا، عجبتني قوي. هي داخله بوشها في الكاميرا كده. حاولت ادور على اسم زاويه الكاميرا دي بس ما عرفتهاش. فاللي عنده فكره يقول لنا. تعالوا بقى نتاكد ان كل واحد في مكان. هنروح عند فيو ونختار نيو جايد لاي اوت ونحط الارقام دي. نظبط بقى التظابيط، نحط ده هنا ودي هنا، نكبر شويه. تمام كده. نحط بقى المهام عينين وبقه ومناخير. هو ده مش بقه خالص، مش عارفه ليه جز على اسنانه كده. تقلقوش. قررت اغير وضعيه الجسم بتاعت ياندري عشان تبقى كواي اكتر. اللي فهمته بقى من اللعبه ان البت دي سوسه عامله فيها ملاك بجناحين وهي بتوقع الناس في بعض، فاحنا هنرسمها ملاك بجناحين. احنا مش جايين نفضحها. سايكو دي بقى هتبقى اسهل واحده في الرسم. هي عباره عن كتله شعر وعينين كبار ومناخير. ليه طالعه كيوت كده؟ انا مش عايزاها تطلع كيوت، دي سايكو. هلا يسهل بس بقى الله، شوف شكلهم حلو ازاي. ده نسيت الرابع. يوه هنغمقها عليهم ونلون بقى كل شخصيه بالالوان بتاعتها. نبدا بمين بقى؟ كل واحد فيهم هيبقى عنده حاجه رخمه في التلوين. هبدا بسايكو. الحاجه الرخمه عندها هتكون تلوين الشعر، بس مع انيميستا مفيش مشاكل في تلوين الشعر. هحط لكم لينك التوتوريال فوق هنا عشان تشوفوه. هو ليه تظليل الشعر مش راضي يظبط؟ اوكي انا اكتشفت ان المشكله ان انا كنت بلون بلون غامق على لون غامق. لما فتحت درجه اللون شويه الرؤيه وضحت. مش عارفه ليه شعرها شبه عشة العصافير. نيجي بقى للبت السهنه دي. عايزه عيونها تكون بتشع براءه. بصوا انا رسمت اللي على الشمال دي الاول، بعد كده رسمت اللي على اليمين، بس حاسه اللي على اليمين احلى، فانا بس هجيب حاجه اغطي بيها نص الوش الشمال عشان اقرر. احلى كتير. اوكي هرسم التانية زيها. بريئة ولا مش بريئة؟ هحدد بقى الشعر واظبط القصة. هفلفل لها شعرها كده واطلع لها خصلات في كل حته. مدلعاها جامد اهو. الناس اللي بتكرش عليها مش هرمكم من حاجة. يندر تلاقوا، لبان تلاقوا، فريدي تلاقوا. وفريدي ده دب صح؟ دب بيبقى عنده فرو. فريدي made out of fur. بلاش ماتيريال. دباديبي يعني. دبدوب. طلعت دبدوب. هو انا هعملها ازاي دي؟ هو في فرش دباديبي؟ مفيش فرش دباديبي. ليه مش مهتمين بالموضوع ده؟ اللي عايز يرسم دبدوب دلوقتي يعمل ايه؟ قلب كده في البرشات اللي عندي. هو في برش هنا اسمها كلاود، المفروض انها بتعمل شكل السحاب، بس حاسه انها ممكن تنفع. استنوا كده اجربها. والله يجي منها. 2 hours later. لا بقول لك ايه، تعدي. انا ممكن الغي الفكره كلها عادي جدا ولا يفرق معايا. اظبطي. مش عارفه اعملها. شكله شبه الهوت دوج. الناس اللي بتشتكي من رسم الايد تيجي تشوف المعاناه اللي بجد. بصوا انا جربت حاجات كتير، بس الحاجه اللي حسيتها نفعت هي ان الون باللون الغامق على الفاتح مش العكس. شكله معاق قوي، بس الحقيقه يعني الجزء بتاع البق ده حاسه انه ظابط شويه، بس انا تعبت بصراحه فانا هركنه شويه كده وارجع له تاني. المفروض بعد كده نعمل ايه؟ مهام بتاع ده نساني اسمي. فاكرين مهام ده؟
فاكرينه عارفينه؟ عايزاكم تنسوه بقى خالص عشان انا ما يضحكش عليا بافاتار اندر ايدج زي ده، لان صوت مهم الحقيقي لا يمكن يكون اندر ايدج. اسالونا انا عارفه نبره العشرينات بتاعت انا بعمل ايه في حياتي دي كويس قوي. شفتوا بقى، شفتوا قلت لكم ما تراجعوش ورايا. طلع عنده 22 سنه، طلع عجوز. انا مش عارفه انا ليه قلتها بحماس كده، انا برضو عجوزه زيه. تعالوا بقى اوريكم العشرينات تعمل ايه في الواحد. اللي بيخاف يطلع بره. بدرجه اغمق من لون البشره هعمل ظل حوالين العين كلها عشان نبين تاثير السهر الكتير. هقول لكم بقى على تركايه حلوه علشان تخلي شكل الجفن التحتاني يعني 3D اكتر. هتجيبوا لون ابيض او لون بشره فاتح، يعني المهم ان يكون افتح من لون البشره الاساسي، وتعملوا خط صغير تحت الجفن عشان يبين الجفن كانه جيب كده. هي المسافه بين العيون مظبوطه يا دوبك. هخلي اطراف الشعر ما تبصليش بعيونك الكيوت دي. هعمل اللي في دماغي برضه. هخلي اطراف الشعر ستريت عشان ده بيخلي شكل الشعر شبابي اكتر. بدرجه اغمق هعمل التظليل عشان ابين طبقات الشعر. نيجي بقى للودان اللي كل مره بحاول ارسمها لوحدي ما بعرفش، وبجيب لها ريفرنس اني ما بفتكرش التجاويف اللي فيها. how to draw an برضه مش عارفه اظبطها. انا تعبه نفسي ليه؟ ما انا رسمتها قبل كده. يا عليا بنسى حاجات. حاسه الودن دي المفروض تيجي مكان دي ولا اي اختلاف. هنا بقى كانت محاوله فاشله اني ارسم ليب باي. انا كانت نيتي ان هو يبان انه خايف يعني، بس مهما كنت اعمل فيها كانت بتطلع حمدي الوزير. زي ما انتوا شايفين في دهون زياده في الوش، فهنشفطها شويه. اشفط وهعمل لك جو لاين حلو. يلا يا عم ابسط، انت مش اقل من لبان. هل المسافة هنا قد المسافة هنا؟ لا مش قدها خالص. نجيب ده هنا شوية. وزي ما انتم شايفين دي طريقتي البدائية في ان انا اقيس ابعاد الوش. بس انتوا ما تعملوش كده، يعني اكيد في طرق احسن من كده بكتير. قررت اخلي البق مقفول عادي، مش هعمل فيه اي اختراعات عشان كلها بتطلع بسيطين. وهرسم بعد كده الحتة الغويطة اللي بتبقى فوق الشفايف دي، مش عارفه اسمها ايه. واخيرا وليس اخرا هلون الهودي، وهستخدم الريفرنس بتاع الافاتار ده زي ما هو، يعني مش هعمل فيه حاجات كتير بصراحه. في بقى شويه شعارات صغنطوطه كده ورا الود، ارسمهم اقصهم من القصه. ورك سمارت نوت هارد. ورك سمارت نوت هارد 1 هتلاقوها في فيديو لبان. اوكي انا جبت فريدي ورا وكبرته عشان مش هرسم شخصيه رابعه. ورك سمارت نوت هارد 3. حاسه اني ناسي حاجه مهمه. النضاره. بصراحه مش عجباني العدسات المدوره دي، فلو ما فيهاش رزاله يعني ممكن نخليها مربعه. ده شكله موظف قوي. طب مستطيله طيب؟ لا كده نرد قوي. لا بس ما كنتش عايزه ارسمها مدوره عشان كنت حاسه انه عامل ميكس ما بين هاري بوتر ومروان موسى، بس مش مهم. كده هتتفشفش دلوقتي. يعني هنشيل نص العدسه دي كده مش محتاجينها، والتانيه هحط فيها شويه شروخ كده صغيره. طبعا واضح ان النضاره ما اتكسرتش لوحدها، كان في عركه نتج عنها شويه اصابات، بس ما تقلقوش سايكو فريدي وياندري كويسين. وده يعرفنا ان مهام واخد الصورة دي بإرادته الكاملة بدون اي تهديد، واي حد هيقول غير كده هيحصل فيه زي ما حصل. في فرشة هنا بقى المفروض ان احنا نستخدمها مع الشعر، بس انا هستخدمها استخدام اخر وهلحوس بيها اللون هنا. تقريبا كل الفرش هنا استخدمتها استخدامات مش بتاعتها. نليط هنا كده شوية وهنا كمان برضو ما يضرش، بس كده تمام. وده كده الشكل النهائي. تعالوا بقى اوريكم ازاي نعمل افكت الضوء كأنك قاعد تحت السرير. هعمل لاير جديدة فوق الكلام ده كله وهدهنها بنفس اللون الخلفية، المهم لون غامق وخلاص. هروح عند فلتر ريندر واختار لينس فلير، هفوت الاولى والتانية واختار التالتة اللي هي 105 دي، وهسنتر الفلاش ده عشان يبقى نازل طص في وش مهام. قصدي يعني ان السبوت لايت ده يكون متسنتر عليه. انا اختيار الالفاظ بعافية شوية. وهغير مود اللاير لكالر بيرن. بس كده اوفر قوي، فهجيب الاريزر تول واخفف الاضاءة. حاسه اني كنت قاسيه مع مهام شويه، لا شويه كتير، عشان كده هروح عند هيو اند ساتوريشن واورد له خدوده. وعشان عيون فريدي تنور في الضلمه هعمل اوتر جلو في الجزء اللبني اللي في العين ده. بعد ما عملنا افكت تحت السرير، جه الوقت ان احنا نعمل افكت فلاش الكاميرا. انتوا نسيتوا ان دي صوره سكريه ولا ايه؟ فلاش الكاميرا ده بقى سهل جدا. انتوا ممكن تكونوا فاكرين ان في خطوات كتير اتعملت عشان تحول الاضاءه من كده لكده، لكن انا ماليش خلق الخطوات الكتير، فهقول لك ازاي تعمل الافكت ده في خطوتين بس. الخطوه الاولى اني جبت افتح درجه من اللون الاحمر وعملت طبقه خفيفه على الوش والشعر. طبعا كل ده في لاير جديده. اللاير الجديده دي بقى هنغير المود بتاعها لفيفيد لايت، او المود الخطير ده هو اللي مخلي الالوان باينه انها متاثره بسبوت لايت، او في الحاله دي بفلاش كاميرا جاي من الوش. واخيرا بس اخيرا المره دي هنضيف اضاءه في العيون عشان تعكس الضوء. وده كده الشكل النهائي للرسمه. تفتكروا مهام كان شعوره ايه في الصوره دي؟ هستناكم تقولوا لي في الكومنتات.
ايوه انا جيت تاني. قبل ما اقفل الفيديو اسمح لي يا مهام اعرفك على تركايه صغيره لعبه That's Not My Neighbor هتساعدك انك تبطل تموت بسبب انك بتكسل تراجع رقم الاي دي. عادي انا كمان كنت بكسل. عشان تراجع الرقم بلاقيك انك بتفتح الاي دي بعد كده تقفله، وعلى ما تروح للفولدر وتفتحه وتراجع الرقم تاني بتكون نسيته اساسا. حاجة تانية انك لما بتفتح الفولدر بعد كده تعمل مينيمايز ليه عشان تراجع الرقم، وتروح عند السهم ده علشان تكبر الفولدر تاني، وعشان تصغره تاني بتروح عند الشرطة دي عشان تعمل مينيمايز. هنا بقى التركاية، اول حاجة افتح الفولدر الاول مش الاي دي، بعد كده اعمل له مينيمايز، بعد كده افتح الاي دي، دوس ماكسمايز وما تحركش السهم من مكانه. لو احتجت مساعدة في اي حاجة تانية تعالى قولي، انت كده عرفت مكاني.